السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اسلام اشرف في ستيشن. حابب اول حاجه اشكركم على التفاعل الجميل على فيديو التيجو. الحمد لله الفيديو عامل شغل كويس وعجب ناس كتير. النهارده معانا منافس قوي جدا على فكره للتيجو، عربيه من ساعه ما نزلت مصر وبيتم مقارنتها دايما بالتيجو. بس اول حاجه عايز اقول لك قبليها كده يعني قصه قصيره كده، يا ريت تستحملنا فيها. سنه 2018 حصل شراكه بين فولكس فاجن والجاك اللي هي العربيه اللي معانا النهارده، الشركه الام يعني. اتفقوا مع بعض كده وهم قاعدين مع بعض، قال لك هنعمل شركه جديده، براند جديد يخدم فولكس وجاك في نفس الوقت. ازاي؟ قال لك هنعمل براند جديد يبيع لنا عربيات بتقنيات الجوده بتاعت فولكس وبنفس الاسعار تقريبا بتاعت الجاك وبتاعت السوق الصيني عموما. المهم الاتفاق ده نتج عنه شركه براند جديد اسمه سول SOL. من اوائل العربيات اللي هينتجها البراند ده او التحالف ده هتبقى عربيه اسمها E20X. ايه علاقه ده بقى بالعربيه اللي معانا النهارده؟ باختصار E20X هي تقريبا الجاك IEV 7S. اول حاجتين لازم نعرفهم عن العربيه دي، المعلومه اللي قلناها في الانترو، ان هي العربيه دي هيتم انتاجها تحت براند نوعا ما تبع فولكس، نفس المواتير ونفس المنظومه الكهربائيه كلها هي. والنقطه الثانيه لازم نعرفها عن العربيه دي قبل ما نبدا بس نفصصها مع بعض. لازم نعرف ان ده النسخه الثانيه من العربيه دي. النسخه الثانيه من العربيه كان في حاجه اسمها جاك IEV 6S، كانت اقرب الى النسخه البنزين من العربيه. العربيه دي في منها نسخه بنزين اسمها جاك S2، اكيد كلنا عارفينها، ودي نزلت في مصر تبع التوكيل. الاي في 6S كانت اقرب بكتير الى النسخه الاس 2 البنزين، وده خلى فيها شويه عيوب زي مساحات بين الراس والسقف، ويعني كان الشاسيه كالشاسيه بنزين ولكن نوعا ما محول. في النسخه الثانيه المفروض ان كل العيوب دي اتصلحت، المفروض العربيه بقت واخده طابع كهربائي اكتر، ما بقتش عربيه بنزين ومحولينها كهرباء عشان نواكب السوق وخلاص. فخلينا نشوف بقى هل فعلا نجح الجيل الثاني ونعمل حاجه مختلفه ونعمل عربيه من البدايه كهربائيه، وهل هي ناجحه ولا لا؟ يلا بينا نبص على الشكل الخارجي ونفصصه. لو جينا نتكلم على الشكل الخارجي كده ونفصصه مع بعض. اول حاجه عايز اقول لك ابعاد العربيه عشان تبقى متخيل هي بحجم ايه او في فئه ايه. فحجميا قريبه جدا من الكريتا، اصغر حاجه بسيطه من الكاشكاي مثلا، ده من ناحيه الابعاد والحجم. برضه من الحاجات اللي هتاخد بالك منها اول ما تبص على الشكل على طول ان دي جاك S2 بنزين، فعندنا نقطه حلوه نقطه ايجابيه. عندنا قطع غيار نوعا ما هتلاقيها، كبوت هتلاقيه، فوانيس ممكن تلاقيها، بس فوانيس هنا فيها رينج ازرق كده، ده ما اعتقدش هتلاقيها. هتلاقي هنا النسخه العاديه ما فيهاش الرينج الازرق ده. الاكسدام مش هتعرف تجيبه في مصر هنا ومش هتلاقيه في مصر. غير كده بقى عيش يا معلم. الابواب سواء الابواب او الشنطه او اي حاجه في الانتيريور ان شاء الله باذن الله تبقى موجوده في مصر هنا. فدي نقطه من الحاجات اللي اول ما تشوف شكل عربيه هتنبسط من النقطه دي. احنا عندنا عربيه كهرباء في مصر ليها قطع غيار حتى لو البادي بس. تعال نبص على الشكل الامامي للعربيه. الشكل الامامي للعربيه قريب من الاس 2 زي ما قلنا، بس فيها نوع من التميز. يعني انا بحب دايما العربيات اللي تعمل كده، اللي عايزه يحسسك ان العربيه دي الكهرباء مختلفه عن البنزين، بالاخص في الفتره دي محتاج شويه يبان ان العربيه الكهرباء مميزه. هنا هتلاقي مثلا عامل لك شويه الالوان دي حاجات بسيطه ولكن بتميز شكل العربيه. الازرق مع الابيض عامل ميكس حلو يعني. في نسخه منها برضو اسود وكروم وكده، بس انا عاجبني النسخه دي مميزه قوي في الشارع. اي حد يشوفها يعني حتى لو ما عرفش انها كهرباء بس هيخمن يعني في العربيه دي فيها حاجه مختلفه. شكل الفوانيس منطقي ومظبوط جدا وجميل، مفيش اي حاجه مزعجه زي يعني في بعض الزنات الصيني كده شكلها مزعج يعني. بالعكس هنا الدنيا جميله خالص. عندنا هنا كاميرا اماميه، هنعرف دلوقتي في سيستم كاميرات في العربيه دي يعني حوار لوحده. عندنا هنا السنسورات بتاعه الباركينج، فوج لايت طبعا، وشريط نيكل كده تحت في الاكسدام من تحت بس كشكل يعني. في النص علامه الجاك، وده مدخل الشحن. ثانيه افتحه. مدخل الشحن هنا بيفتح ميكانيزم حلو شويه، انا عجبني شكل الميكانيزم، بيفتح مش بسلكين زي التيجو يعني، معلش. ميكانيزم الشحن هنا حلو. العربيه تيجي بمدخلين شحن AC ودي سي، ماشي. مدخل الشحن الاي سي هيشحن العربيه النسخه دي في حوالي تقريبا 6 ساعات ونص. النسخه الثانيه هيشحنها تقريبا في 7 ساعات.
الدي سي المفروض يخلي العربيه فل في تقريبا ساعه. خلينا نقول صحيح عشان نسيت، العربيه دي بتيجي بثلاث نسخ من بطاريات، بيجي منها بطاريه 42 كيلو وات، بيجي بطاريه 49، بيجي بطاريه 53. النهارده احنا معانا العربيه دي ال 42 كيلو وات، المفروض انها بتمشيك في الشحنه الواحده 300 كيلو 320. النسختين التانيين بيمشوا 400 كيلو، ده بس عشان نفتكرها بموضوع الشحن يعني. فطبعا وقت الشحن هيفرق من البطاريه دي للبطاريه دي. النسخه دي هتفتح في حوالي 6 ساعات ونص في الاي سي، النسخه الثانيه تاخد لها 7 ساعات ونص، فرق ساعه بين الاثنين تقريبا. كده خلصنا الجزء اللي قدام. خلينا نبص كده على جنب العربيه عامل ازاي. منظر العربيه من جنب برضو مصر انها تحسسك ان في شيء مختلف. عندك الخط الازرق ده، هحاول اجيب لكم صوره اقرب. اللون ده ازرق لامع كده بصراحه، عجبني اللون. نفس الكلام الكفر بتاع المرايات لونه مختلف. الخط النيكل ده والمقابض النيكل والروف راك برضو بتحاول تبين لك انها مميزه على قد ما تقدر. الجنوط هنا بتيجي 16 205 55 جنوط المونيا طبعا. تقريبا دبل كلر، بس واحد رصاصي غامق شويه ورصاصي فاتح، مديها برضو شكل كويس. الجنوط عموما اللونين دول بيبقى شكلهم جميل. الفرامل هنا هي فرامل عاديه يعني، بس ما يغركش الاحمر ده، بس هي فرامل عاديه خالص، سيستم فرامل عادي جدا. بس برضو تاتشات حلوه من الصينيين عشان خاطر يقنعوك العربيه دي فيها حاجه مختلفه. برضو الحاجات اللي هنلاقيها في كل جنب هنروح فيه في كاميرا هنا في المرايات جنب الغماز، تحت الغماز على طول في كاميرا هنا. بالمناسبه العربيه فيها 360 فيو، هنخش نتفرج عليها دلوقتي انتوا تحكموا حلوه ولا وحشه، ولكن فيها 360 فيو. في كاميرا ورا كمان، تعالوا نبص ورا بصه. نيجي من ورا، احنا متفقين ان في كاميرا. اول حاجه هتشوف الكاميرا اهي، فوقيها الشريط نيكل، فوقيها الحساسات بتاعه الباركينج. هنا الزرار بتاع الشنطه، هنفتحها تاني، استنوا بس شويه. مساحات، فوانيس خلفيه، اضاءات جانبيه خفيفه كده، عواكس عشان خاطر الطريق برضو مديه ستايل يعني. البادج بتاع الجاك اي في، سبويلر صغير كده ازرق برضو لطيف. بقول لكم انا حابب التنوع بالالوان، برضو شكله جميل واللون بتاعه كويس جدا وحلو. تعالوا نبص بصه في الشنطه جوه كده، شوف المساحه الداخليه للشنطه. طبعا الشنطه نوعا ما مليانه بقى عاده التصوير والشحن وكده. ده كيبل الشحن، وده شحن العربيه. ما عندناش هنا السبن، عندنا هنا مكان السبن فيه منفاخ وكريك والكلام ده، مفيش استبن في العربيه. شنطه مش صغيره يعني، حجمها برضو مناسب للفئه دي، بس شايفها شفه التحميل بتاعتها عاليه قوي 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 يعني، تقريبا بنتكلم في 10 سم ولا حاجه. فانت لو حاطط حاجه تقيله جدا جوه يعني عشان ترفعها، بص عشان ارفع ده كده برفعه يعني، بص تقريبا 10 سم ولا حاجه عشان اقدر اطلعه. فدي تقريبا النقطه السلبيه في الشنطه. غير كده كويس. الكراسي لما تفتح برضو بتدي مساحه نوعا ما كبيره وضخمه. جنب تاني ما فرقش كتير. وبالمناسبه عندك فتحه البنزين دي مفيش بنزين، بس كده مسدوده بس شكل كده مكتوب عليها اي اي في 7 اس. البصمه بتاعت الاي اي في تاتشات حلوه، تاتشات لذيذه، مخليها العربيه فيها حاجه مختلفه. خلينا نفتح نتفرج على المواتير وعزل المواتير، الموتور مش المواتير، والانفرتر والكلام ده. تعالوا نطلع قدام تاني. مسؤول عن حركه العربيه دي او بيحرك الكائن ده تقريبا واصل وزنه لطن ونص. موتور بيطلع 270 نيوتن متر وحوالي 92 كيلو وات. يعني 92 كيلو وات ده يعني بنتكلم في 100 تقريبا 127 حصان، رقم منطقي وعادي جدا للفئه دي يعني، مش رقم كبير قوي ولا قليل. هنيجي هنا هنلاقي الانفرتر والامبر تشارجر والكنترول بتاع الموتور كامل. الموتور يعني هحاول اجيب لكم صور من هنا. الاي بي ريتنج بتاع كل الكومبوننت دي اي بي 67. برضه لازم تشوف فيديو الاي بي ريتنج عشان تعرف يعني ايه اي بي ريتنج اصلا، مهم قوي في عربيات الكهرباء على فكره. الحاجات اللي انت ممكن تغيرها هنا، عندك ميه المساحات، ميه التبريد بتاعت الكولينج سيستم بتاع البطاريات، وعندك هنا الزيت بتاع الفرامل. في بطاريه عاديه 12 فولت هنا، برضو نفس البطاريات العاديه بتاعتنا، نفس البطاريات اللي احنا بنستعملها في عربياتنا العاديه، 12 فولت 55 امبير. جوده التقفيل هنا كويسه. انا ملاحظ هنا جوده التقفيل مختلفه شويتين عن العربيه اللي جربناها التيجو. جوده التقفيل هنا افضل بشويه. برضو لو بصينا من تحت هنا هنلاقي الدنيا مقفله خالص من تحت، في زي مصفحه يعني، الدنيا هنا نوعا ما ملمومه شويه. وزي ما قلت لك ده ممكن يكون السبب راجع ان النسخه دي الثانيه، يعني نفتكر النسخه دي الثانيه. ممكن في النسخه الاولانيه الاي اي في 6 اس ما كانش فيه الكلام ده خالص يعني. غالبا ده ممكن يكون نسخه عشان دي النسخه المحسنه وكده، في شويه الحاجات دي هتميزها شويه عن باقي منافسيها. كده احنا خلصنا شكل العربيه وخلصنا مواصفاتها.
تعالوا ما نخش جوه ونتفرج على العربيه شكلها ايه من جوه، وبعدين نطلع مع بعض تيست درايف. يلا بينا. اول حاجه نشوف المساحات بتاعت العربيه دي عشان نشوف القعده مريحه، القعده عامله ازاي. انا تقريبا طولي 183 184، يعني انا قاعد مرتاح. السقف قريب شويه بيني وبين السقف تقريبا 3 او 4 سم، يعني هو نوعا ما قريب. يعني لو شعر طويل شويه هخبط في السقف، بس مش مشكله. لو حد اطول من كده برقم كبير يعني 2 متر ولا حاجه، ما يشتريش العربيه دي. لكن اي حاجه 185 وتحت لا، يعني الدنيا لذيذه. الكرسي نفسه بقى نوعا ما يعني مجسم كده. الكرسي برضو زي ما قلت لك، الكرسي ما بيعلاش ولا يوطى، الكرسي ثابت على وضعه كده بس قدام وورا، وتعدل الظهر وخلاص. الكرسي للاسف لا بيعلى ولا بيوطى، لان هو اصلا اوريدي في مسافه هنا شيفت بين الارض العاديه والارض اللي عليها الكرسي اصلا، غالبا بسبب حجم البطاريات. فالكرسي لا بيعلى ولا بيوطى اصلا. لكن كقعده الكرسي نفسها وماتيريال الكرسي نفسه كويس. كشكل برضو شكله هقول لك ازاي، مجسم كده، مش كرسي مش مفتوح على بعضه كده، شكل الكرسي مجسم وشكل الماتيريال كويس. النسخه اللي معانا دي وغالبا اغلب النسخ هيبقى فيها الاوبشن ده اللي هو ستارت ستوب انجن. ده المفتاح اهو، هو مفيش انجن يعني حقيقه، بس المهم ستارت ستوب، دخول بدون مفتاح والكلام ده. ده الزرار. اول حاجه تلفت نظرك هنا الالوان دي في الاول وفي الاخر اذواق. ممكن تعجب ناس وتعجب في ناس ثانيه، بس يعني الماتش بين الالوان حلو. الازرق الاحمر والاسود كويس. الماتيريال بقى هنا ده كله جلد تماما، جلد حقيقي، مش يعني مش طبيعي اكيد يعني، بس جلد حقيقي، مش بلاستيك عامل نفسه جلد. هنا البلاستيك اللي عامل نفسه جلد احنا عارفينه العادي. في هنا كروم حوالين فتحات التكييف. حتى زرار الانتظار هنا شكله كريستالي كده مختلف شويه، هجيبه لكم برده بطريقه ثانيه. ننزل تحت شويه بنلاقي الشاشه، هكلمكم عليها بعدين عشان دي موضوعها كبير جدا يعني. بس اللي حواليها، الاطار اللي حواليها ده مش جلد، واخد نفس اللون لكن مش جلد. الماتيريال اللي هنا بلاستيك مش رخيص يعني، نضيف شويه. هي نفس الماتيريال اللي في الباب هنا دي، هي نفس الماتيريال اللي تحت الشاشه. مقبض الباب معمول بلون مختلف خالص تاني. المساند بتاعت الباب معموله اسود بخطوط بتطريز احمر. في نسخه برضو من العربيه دي بتيجي ده بيكون اسود كله، التطريز بيكون احمر. يمكن ناس تانية تحبها، هحاول برضو احط لكم صورتها، يمكن شكلها يكون مفضل شويه لناس تانية. خلينا نكمل بس جولتنا هنا. هننزل تحت شويه هنلاقي برضو الكنترول بتاع التكييف كله مانيوال من هنا. تحتيها على طول هنلاقي الكونسول واخد نفس اللون الاحمر بنفس الماتيريال الحمراء اللي هي عند الشاشه. والفتيس الغريب العجيب ده اللي شبه قوي فتايس البي ام. ما بحبش الحاجه اللي تكون تقليد قوي، ولكن ما يعني كويس، مسكته كويسه، خامته كويسه، ما فيش مشكله قوي يعني. بس هو شبه فتاس البي ام لحد كبير طبعا، فرق الكواليتي طبعا، خلينا متفقين على النقطه دي. بعديها على طول تحت هنا هنلاقي عندنا الهاند بريك هنا الكتروني طبعا، مفيش عارف انت العضلات بتاعتها دي مش موجوده. هنلاقي الاون اوف بتاع السنسورات بتاع الباركينج. هنلاقي الزرار بتاع الكاميرا ال 360. هنلاقي بعديها الزرار بتاع الاوتو هولد. هنشوف دلوقتي كل ده بيشتغل ازاي. مسند السائق فقط عشان الناس تبقى مرتاحه. هنلاقي هنا على الشمال الكنترول بتاع الازاز كله وان تاتش. دي حاجه على فكره مميزه جدا، مش موجوده في عربيات كتير. هنلاقي تحت هنا عندنا الكنترول بتاع المرايات كلها كهرباء. هنلاقي عندنا ليفلنج لمستوى الاضاءه، بيتحرك معاك الاضاءه فوق وتحت، تحط الليفل اللي انت محتاجه. وجنبه مستوى الاضاءه البرايتنس بتاع الاضاءه الداخليه. وجنبه ده الزرار بتاع المدخل الشحن اللي بيفتح بوابه الشحن، والزرار اللي تحت مدخل الشحن على طول بيصفر لك العداد. هنبص على العداد دلوقتي بصه سريعه. والزرار ده المفروض ان هو الايكو اللي هو هيوفر لك شويه في البطاريه، هيخليك تمشي مسافه اطول غير النظام الاساسي اللي هي بتمشي بيه اللي هو النورمال. نيجي بقى اكتر حاجه هتهم اي حد بيسوق، شكل الداشبورد، شكل العدادات، شكل الدركسيون. خلينا نبص على العداد الاول. برضه مبدئيا كان نفسي زي ما بقول في كل العربيات الصيني اللي بنشوفها واغلبها كان اتمنى يبقى فول ديجيتال، يعني عايزين حاجه كده شاشه ال سي دي وبتاع وانيميشن وبتاع، لكن للاسف مفيش الكلام ده. عندنا مؤشر يمين مؤشر شمال، مش انالوج عادي زي حاجه زي تيجو مثلا، وبرضه نوعا ما ديجيتال، ولكن كنت حابب يكون متنفذ بطريقه افضل من كده. اليمين ده نسبه الشحن اللي في البطاريه، والشمال دي درجه حراره البطاريه. الشاشه اللي في النص وانت واقف بتطلع لك ايه الباب المفتوح بالظبط، بتحدده لك، طلع لك برده انت ان ولا باركنج ولا ايه. الشريط اللي تحت ده بتاع الباور بيقول لك انت حاجه زي الار بي ام كده، بس مش ار بي ام طبعا. الباور اللي انت بتسحبها تلاقي النقط عماله تزيد اليمين،
ما بتسحبش باور او في ريجنريتيف للباور، او الباور بترجع لك تاني، بيبدا هو يتحرك شويه ناحيه الشمال. طبعا ما فيش كام في الميه ولا في الكلام ده، مش متوضح لك في العداد يعني. ده بالنسبه للعداد سيمبل خالص، بسيط خالص، ما فيهوش اي حاجه غريبه، ما فيهوش اي حاجه مش مفهومه. لحد دلوقتي للاسف هو صيني، يعني في بعض المسجات تظهر صيني. موضوع تعريبها انا مش متاكد هنعرف نعربها ولا لا، بس لحد دلوقتي في مسجات بتظهر صيني. عرفنا نعرب الشاشه في النص، لكن الشاشه اللي في العداد لسه في مسجين صيني بس مش مهمين قوي. واحده منهم بتقول لك اربط الحزام، والثانيه بتقول لك ان انت دلوقتي بتستهلك طاقه، والثانيه بتقول لك ان دلوقتي بترجع طاقه. فما فيهاش حاجه الاهميه. احنا برضو يعني كنا مهتمين قوي ان احنا نعرف ايه اللي هم كاتبينه ده. تمام. خلينا نبص على الدركسيون. شكل الدركسيون سيمبل وبسيط وتقليدي. لوجو الجاك في النص، عندك على اليمين وعلى الشمال كنترول. عندك على اليمين كنترول بتاع الميديا، الصوت، وتغير الشانل وكده، وتغير نوع البلوتوث مثلا اللي عايز راديو ولا الكلام ده. فالجزء اليمين ده كله ميديا. الجزء الشمال عندك في الكانسليشن بتاع لو حد بيتصل بيك عايز تقفل في وشه يعني. ماشي. وعندك الزاويه تاني الرد، وهنا الفويس اسيست. بس الفويس اسيست لحد دلوقتي صيني، ما نعرفوش برضو طريقه تغيير. هنا عندنا المثبت السرعه، وده السيت والريسيت بتاعه، بتغير منه سرعات برضو. احنا هنجربه بعد شويه. بشكل عام ماتيريال الدركسيون كويسه برضو، وعجبتني برضو التدرج الالوان حلو يعني، كذا كذا لون مع بعض حلوين. والخياطه السوداء مع الخياطه الحمراء مع الدركسيون الاسود، الكلام ده الدنيا يعني ايه لذيذه ومسكته كويس. نيجي بقى للجزء الاهم واللي بصراحه كان عاجبني انا جدا 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 جدا. خلينا نتكلم عن الشاشه. عادة لما بنتكلم عن عربية غير تسلا ما بنهتمش قوي موضوع الشاشة ده، لأنها بتبقى زي يعني في عربيات كتير قوي بالأخص الصيني بتبقى كاسيت صيني، يعني كاسيت بيجيب لك شوية أغاني ولا فيديو ولا حاجة وخلاص جبرت كده قفلت يعني. هنا يمكن الموضوع مختلف شوية. هنا حاولوا نوعا ما يخلوا الشاشة كومباتبل مع العربية نفسها، وأنا بحب كده جدا، وبحس إن ده شيء مميز في عربيات الكهرباء، إن الشاشة تكون جزء من السيستم نفسه، يديك داتا تعرف تحدد منها داتا، تعرف منها الكلام ده. فاحنا كده هنفصل الشاشه حته حته كده. بسم الله. عندنا البكره اللي على اليمين دي بتقفل الشاشه وبتفتحها، وبتغير لنا الصوت. ده زرار المنيو، ده زرار النافيجيشن. هنا بيوديك على التليفون بتاعك لو عايز تكلم حد او كده. هنا بيوديك اف ام والكلام ده. دي بتاعت التونينج، عايز تسلكشن حاجه معينه او كده، بتتكلم الكلام ده من البوتن ده، مش من ده. وهنا كمان الايه الميوت بيحصل من هنا. دي زراير الخارجيه. خلينا نبص في الشاشه جوه. اول حاجه جايب له درجه الحراره فوق، يعني احنا اتشوينا يعني درجه الحراره 55. ف يعني ربنا يسهل. فده درجه الحراره الخارجيه 55 دلوقتي. عندنا هنا الراديو، عندنا هنا نافيجيشن. الراديو طبعا شغال. نافيجيشن للاسف 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 مع شغال دلوقتي برضو. تابعونا على الفيس لو عرفنا انه طريقه معينه انه يشتغل بيها، او لو اشتغل اكيد هنعرفكم. الفويس اسيست برضو مش شغال للاسف صيني، والنافيجيشن كمان صيني. ده ابلكيشن المفروض ان احنا نعمل بيه كونكشن مع التليفون. انا ما عرفتش اعمل كونكشن، او حاولت كذا مره، بس واضح برضو ان في مشكله ليها علاقه بالصيني وبالكلام ده. هنا اليو اس بي، في مكان هنا يو اس بي هتحط فيه الفلاشه ولا حاجه فيها افلام فيها فيديو اي حاجه بتشتغل عليه، احنا جربناها. هنا البي تي فون، لو هتكلم حد او كده تربط تليفونك بالبلوتوث عادي، ده لحد دلوقتي الكلام ده طبيعي. في جاك اي في، استنى عليها بس دلوقتي. في بي تي ميوزك. ماشي، دي الصفحه الاولانيه. الصفحه الثانيه السيتنج بتاعت الشاشه عموما، الصوت، التايمنج، الكلام ده. واي فاي، فيها واي فاي العربيه. سيتنج عاديه خالص، اقرب للاندرويد مثلا. انظمه الصوت، والصوت هنا كويس جدا على فكره، جربناه. الديسبلاي هنا البرايتنس والكلام ده. هنا بيجيب لك البريشر في كل عجله من العجلات، وبيجيب لك درجه حرارتها، بس لازم تكون ماشي على سرعه 30 او كده، او تكون العربيه ماشيه قريب يعني، ما تكونش عربيه مركونه او واقفه بقالها فتره. نطلع نجرب دلوقتي، هنحاول ان احنا نجيبها. ايبود، لو معاك ايبود. والايقونه الاخيره دي للصيانات، بيفكرك لو عايز تحط تايمر او حاجه، ان انا مثلا عندي صيانه مثلا بطاريه بعد مثلا 10,000 او بعد 20,000 او بعد 200,000 او بعد الكلام ده كله. فكرك لو انا عندي صيانه تكييف مثلا بعد الكلام ده كله، عندي صيانه كاوتش بعد كذا كذا كذا، وفي خانه في الاخر اذرز تحط فيها الصيانه الحاجه المختلفه. خلينا هنا نرجع تاني. التاتش ساعات بيبقى غريب قوي في التقليب من الصفحتين. نخش في الجاك اي اي في. طيب، اول حاجه هنا دي الانرجي فلو. بيقول لك الانرجي ماشيه ازاي، الكهرباء رايحه وجايه منين لفين. العربيه ماشيه، هجيب لكم لقطه برضو منها، يكون الكهرباء طالعه من البطاريه رايحه على الموتور الامامي، والعكس هتبقى الكهرباء طالعه من الموتور من الموتور
رايح البطاريه، ده في حاله الايه اعاده شحن البطاريه عن طريق الموتور، لما يكون الموتور شغال كمولد مش كموتور. هنا انرجي انفورميشن بيطلع لك كده انت بتستهلك كام كيلو وات لكل كام 100 كيلو، احصائيات بتحسبها العربيه وانت ماشي، دي حاجه مش بايدك يعني. هنا حاله الشحن بيقول لك التشارجنج مود، العربيه بتشحن فاست ولا بتشحن سلو ولا ايه بالظبط. بيقول لك العربيه البطاريه داخل لها كارنت قد ايه، داخل لها فولتج قد ايه. عجبتني برضه الحته دي تكنيكال شويه بس عجبتني. هنا في حاجه اسمها نورمال تشارجنج، في حاجه اسمها مايكرو بين تشارجنج. بصراحه ما حاولت ادور كتير على المايكرو بين تشارجنج دي، اترجم مترجم بتاع ما قدرتش اوصل لشيء دقيق يعني عشان اعرف اقوله في الريفيو. لازم تكون معلومه دقيقه 100%. عندنا هنا التايمنج، تقدر تعمل تايمنج، عايز العربيه تفصل بعد كام في المية، عايز تفصل عن 80%، عايز تفصل عند 100%. تايمنج بالبرسنج بتاع البطاريه، في تايم بالوقت عادي، وكمان بالايام، عايزها يوم كذا تشحن مثلا ساعتين، يوم كذا تشحن 3 ساعات وهكذا. في القائمه الاخيره دي هنا برضو في حاجه عجبتني قوي اللي هي الوينتر وورم اب. في الشتاء ساعات بيكون درجه الحراره قليله، وصراحه الموضوع ما بيحصلش عندنا كتير يعني، بس لما تكون درجه حراره البطاريات قليله جدا تشغل دي شويه، توصل درجه الحراره للبطاريه للمستوى المطلوب يعني، او درجه الحراره المطلوبه. طبعا احنا في الجو ده 57 ده مش محتاجين اي ورم اب خالص، فخلاص كده كفايه. دي باختصار اغلب المميزات اللي في الشاشه او الحاجات اللي ممكن نشوفها في شاشه الجاك. زي ما قلت لكم اكتر حاجه عجبتني فيها بس ان هو موضوع ان هي منفذه على العربيه، منفذه على الكنترول بتاع العربيه، مش بس مجرد شاشه تعرض لك ميديا وخلاص. كده احنا خلصنا العربيه تقريبا من قدام كلها يعني، يا رب اكون عرفت اغطي كل تفصيل. خلينا نبص ورا بقى كده نشوف المساحات الخلفيه عامله ايه، واللي قاعد ورا هيبقى مرتاح ولا لا. يلا بينا، تعالوا بقى نخش جوه نشوف هنقعد ازاي. دي اول خبطه اهو، السقف قلت لكم السقف فيه مشكله هنا. ما علينا. المهم المساحه بتاعت الرجلين هنا قليله، بس من تحت يعني نوعا ما كويسه، يعني رجليا من تحت بتتحرك عادي اهي، المسافه هنا كويسه. بس انا عشان انا قاعد قدام اصلا مرجع كرسي ورا الاخر يعني، دي اقصى حاجه بيرجعها الكرسي كالقعده يعني، لكن الظهر لسه في شويه، بس مش مزنوق قوي واخد راحتي في الحركه تحت. السقف بص هنا القايم السقف لا عالي، انا كنت خبطت وانا داخل بالغلط والله، فممكن السقف عالي شويه. هنخش نشوف في النص. مش عايز اقول لك حاسس النص اوسع، بس يمكن عشان الكرسي ده مش مفتوح قوي، او مش راجع ورا زي الكرسي اللي جنبه يعني. لو قعدنا 3 هنا بنفس الحجم ده كده لا كتير، اعتقد هتبقى الدنيا يعني هنبقى قاعدين مش مرتاحين، بس مش مزنوقين قوي لكن مش مرتاحين. مفيش طبعا فتيس في النص ولا الحاجات بتاعت التوصيلات بتاعت الفتيس والحاجات العاليه، فانت عندك هنا الارض بصراحه هنا مرتاح انا ارضيا في كل العربيه من ورا. بعد ما خدنا لفه بره ولفه جوه وعرفنا كل تفاصيل العربيه واتفرجنا على كل حاجه، خلينا كده نبدا نعمل درايف تيست ونشوف الارقام اللي هم كاتبينها دي حقيقيه ولا لا، ونشوف احنا استعرضنا الارقام اللي موجوده لنا من المصنع. خلينا نجرب كده ونشوف الاداء يبقى عامل ازاي. يلا بسم الله. للناس اللي ما بتتابعش كهرباء كتير او ما تعرفش كتير عن عربيات الكهرباء، انا عارف ان دي برضو فئه لسه موجوده. عربيات الكهرباء ملهاش صوت زي ما انت شايف، لو انت سامع صوت هيبقى صوت تكييف غالبا، صوت الموتور حاجه زنه خفيفه جدا. اول حاجه هتلاحظها وانت راكب اي عربيه كهرباء عموما الهدوء، ده شيء اساسي. بالنسبه للعربيه دي العفشه فيها نوعا ما ناعمه، عشان الناس اللي سالت على العفشه، فهنا نظام التعليق الامامي ماكفيرسون، ونظام التعليق الخلفي تورشن بيم. عشان الناس اللي سالت على النظام نفسه، انظمه التعليق دي من غير ما نجرب من كتالوج بس بتقول لنا ان انظمه التعليق دي انظمه سهله وبسيطه، مش كومبليكيتد قوي، ما فيهاش تعقيد، ما فيهاش مش هتديك الاستابيليتي اللي في بالك، مش هتديك الثبات اللي في بالك. الانظمه دي موجوده على فكره في اغلب عربياتنا اللي في السوق، ده النظام العادي ومتماشي الى حد كبير مع متطلبات العربيه، مع عربيه بالحجم ده، مع عربيه بالاداء ده. انت ما عندكش توب سبيد عالي قوي برضو، ما عندكش الحاجات اللي تستاهل بيها نظام تعليق اللي تاخد بيها نظام تعليق اعلى من كده، فنظام التعليق متناسب مع العربيه. ده بالنسبه لنظام التعليق. برضو حاجه للناس اللي ما بتركبش كهرباء كتير او اللي ما تعرفش كتير عن العربيات الكهرباء، التكييف هنا ملوش اي علاقه بسحب الموتور والكلام ده، هو هنا بيسحب من البطاريه، ملوش اي علاقه هنا بسحب الموتور. هنا المكيف كومبريسور عادي، كومبريسور كهرباء زي بتاع البيت، فملوش اي علاقه بالموضوع بتاع السحب ده، فانت هتستمتع بتكييف يعني حاجه 10 على 10 كده زي ما بيقولوا. نيجي بقى لجزء مهم
موضوع التسارع والتوب سبيد. العربيه دي للاسف مكتوب في الكتالوج بتاعها انها بتوصل توب سبيد 102. من غير ما نجرب العربيه او من غير ما كان في ايدنا عربيه نقدر نجربها، احنا ملتزمين بالارقام الرسميه من الشركه، سواء من الشركه دي او من الشركه غيرها. فاحنا كان اي حد بيسالنا لحد قريب بنقول له توب سبيد 102، ما جربناش بنفسنا فبنتكلمش. توب سبيد ما طلعتش 102، يعني دي حاجه خبر سعيد جدا. انا نفسي مبسوط لان انا كنت حابب العربيه جدا، ومشكلتي كانت مع 102 دي. 102 طبعا ما احبش انا 102 ده خالص، بالنسبه لي شيء ضعيف جدا. فالعربيه طيب جابت معانا لحد 135 136 رقم منطقي، بعد كده ما بتجيبش. من الحاجات برضو المهمه الاكسلريشن، عملنا اكسلريشن تيست، العربيه جابت من 0 ل 100 في تقريبا 10 او 11 ثانيه. برضو هيطلع لكم الاكسلريشن زي ما احنا متعودين بالثانيه بكل دقه وبكل تفاصيل. الاكسلريشن هيطلع بارقامه الحقيقيه. الارقام الرسميه بتقول 12 او 13 ثانيه، ما احنا طلعناها اعتقد اقل من كده، يعني بثانيتين ولا حاجه. ده بالنسبه للاكسلريشن. نقطه كمان بقى بالنسبه للداتا ومعلومات عن العربيه دي. العربيه دي كتالوجاتها كلها والداتا شيت بتاعتها وكل الكلام اللي من على النت الجميل ده، والعربيات والسورس الصيني كله بيقول لك ان الموتور العربيه ده 92 كيلو وات. في الكتالوجات كلها 92 كيلو وات. 92 كيلو وات ده يعني تقريبا 130 حصان، ولكن في الحقيقه انا ما كنتش اعرف الكلام ده، وشفته برضه ما احنا بنراجع العربيه وبنجربها كويس وبنخصصها كويس، مكتوب على البليته بتاع الموتور 85 كيلو وات. طيب الموتور الاصلي اللي في العربيه ده بيطلع اللي على البليته واللي على البليته بتاعه الموتور نفسه بيطلع تقريبا 120 حصان 121 حصان، حاجه في الرينج ده، مش هيطلع اكتر من كده. دي الحقيقه، يعني ده الرقم اللي بين ايدينا دلوقتي بغض النظر عن ارقام الكتالوجات. العزم ملتزمين برضو بالعزم اللي موجود على البليت اللي هو 270، هو نفس العزم اللي هو اللي على البليت هو اللي موجود في على النت. كمان مستوى عزل البطاريات وعزل الكنترول والانفرتر والكلام ده المفروض ان هو اي بي ريتنج اي بي 67، يعني ده رقم محترم. يعني عشان ما نطولش في الفيديو ده، شوف الفيديو بتاع الاي بي ريتنج هتلاقي فيه كل التفاصيل، بس ده رقم كويس، مقاومه كويسه للميه وللغبار. ده بالنسبه للموتور والانفرتر والكومبوننت دي. نيجي نتكلم شويه عن البطاريه. بالنسبه بقى للبطاريات في العربيه دي، البطاريه دي بتيجي بنسخه بطاريه 42 كيلو وات، وبتيجي بنسخه 53، ومفروض في نسخه 49، بس دي ما اعرفش عنها معلومات كتير. المتوفر او الغالب اللي في السوق 42 كيلو وات و53. نسخه بتمشي 300 كيلو اللي هي 42، والنسخه بتمشي 400 كيلو اللي هي 53 كيلو وات. نظام التبريد في البطاريات دي ووتر كولينج. نظام التبريد هنا شويه حبيته عشان خاطر حسيته شغال زي مش تبريد بس، يعني تبريد وتسخين كمان. العربيه دي في منها نسخ نازله في روسيا، وروسيا درجه الحراره قليله زي ما اكيد الكل عارف، فمحتاج انت تسخين للبطاريات في اوقات معينه. البطاريات بيكون درجه حرارتها اقل من العادي او اقل من المطلوب. فانا عجبني النظام اللي شغاله فيه البطاريات هنا. بالنسبه بقى لعمر البطاريه وصيانه البطاريه، والسؤال الاكثر شيوعا على اي عربيه كهرباء في الدنيا، كلامنا برضو زي ما احنا متفقين مع الشركه الام او مع البائع اللي بيجيبها مصر. الشركه الام قالت او البائع الصيني اللي بيصدرها هنا لمصر قال ان العربيه دي هتقعد معاك من 5 سنين مثلا تقريبا. في تقديرنا المتواضع طبعا الرقم ده منطقي. العربيه دي هنبدا نحس بضعف بطاريتها بعد ال 200 او 250 الف كيلو. هتبتدي تحس بضعف بطاريتها، وبالظبط البطاريه هتضعف بنسبه 30%. يعني العربيه دي بتمشيك دلوقتي 300، بعد ان شاء الله ربنا يدينا ويديكم طول العمر بعد ما توصل ل 250 الف كيلو باذن الله، هتبتدي البطاريه بدل ما هي بتمشيك 300 هتمشيك 200. وده كلام ان شاء الله يعني دقيق بنسبه كبيره جدا. طيب دي معادله ناجحه ولا لا؟ يعني الناس هتسمع الرقم ده المفروض انه ينبسط ولا يتخض ولا يخاف ولا ايه؟ بعد ال 250 الف كيلو هتبتدي انت تعمل صيانه لجزء من البطاريه. تكلفه الصيانه دي برضو في تقديرنا المتواضع وفي حساباتنا احنا بتتكلم في مثلا ممكن 30 الف او حاجه في الرينج ده. ف 30 40 الف بعد 250 الف كيلو، ده مش اعتقد ان هو مش رقم صيانه. يعني لو عندك راي تاني برضه اكتبوا لنا في الكومنتات، بس اعتقد ده مش رقم صيانه. الصيانات اللي في الوقت ده طول 250 الف كيلو انت هتعمل صيانات ايه قبل البطاريات او قبل المشاكل اللي هتحصل في البطاريه بعد ال 200 الف كيلو او 250 الف؟ هتغير مثلا ميه وزيت، وحتى التيل هنا مختلف. لو حد شاف الفيديو الريجنريتيف بريكنج، التيل هنا ما بيتغيرش بنفس التوقيت بتاع التيل بتاع
بتاع العربيات البنزين، لان انت عندك هنا الموتور نفسه بيشتغل في اوقات كتير قوي ان هو يبطئ لك العربيه ويخلي العربيه تقف لوحدها من غير اصلا ما تدوس فرامل. فانت في خلال ال 250,000 كيلو عندك ايه؟ يعني شبه ما عندكش حاجه، عندك ما عندكش زيوت، ما عندكش الكلام ده كله، ما عندكش بنزين. تكلفه شحن العربيه في كل مره هتشحنها، لو بنتكلم على البطاريه اللي معانا دي هتتكلف مثلا حوالي 50 جنيه. هنتكلم على البطاريه الكبيره شويه بنتكلم مثلا ماكسيموم مثلا 70 جنيه. فانت بتتكلم في يعني مبلغ رمزي بالنسبه للشحن. النقطه بتاعت العمر الافتراضي للبطاريه ده اللي انا عرفت اوصل له عن طريق الشخصي، وعن طريق كلام بعض التجار، وعن طريق يعني شويه ابحاث كده ودراسات عملناها علشان نعرف نوصل لايه لعمر البطاريه دي. في رايي الشخصي الموضوع يعني لذيذ، وعمر البطاريه ده مش قليل على رينج السعر ده. العربيه دي سعرها في مصر هنا، التجار بينزلوها مصر هنا اكتر من شركه، بس اقل سعر انا سمعته كان بيتكلم مثلا في 255 260 الف. ده الفئه اللي احنا فيها دلوقتي دي. الفئه دي بتيجي من غير كيلس، يعني ستارت ستوب من غير مفتاح، فيها كل حاجه تقريبا، كاميرا بانوراما، فيها كل حاجه، من غير فتحه سقف، فيها 360 كاميرا، فيها مثبت سرعه، فيها الكلام ده كله. بالنسبه للفئه العاليه او ال 53 دي بتتكلم مثلا في 285 290 الف. ده السعر المصري، اقول لكم السعر الصيني دلوقتي بس دقيقه. ده السعر المصري. احنا بنحاول نجيب الاسعار هنا في مصر على الاقل، يعني اقل ارقام بنسمعها بنحاول ان احنا نقولها لكم. الفرق بين النسختين يكاد يكون خفيف، يعني حاجات ضعيفه، بس عند بعض الناس بتبقى تقيله. يعني مثلا فرق من الحاجات الوحشه اللي ما عجبتنيش بصراحه في العربيه دي بكل امانه وصدق، ان العربيه دي ما فيهاش تراكشن كنترول، ما فيهاش اي اس بي النسخه اللي معانا دي، واي نسخه 42 كيلو وات نفس الكلام. ده مش حلو خالص، يعني هيخلي العربيه في وقت معين متحجمه، مش هتعرف تاخد بيها ملفات معينه بسرعات معينه وي 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 وي. فده فرق معانا في اداء العربيه. ثبات العربيه نوعا ما كويس، بس لما تيجي انت في وقت معين محتاج فيه اي اس بي، محتاج فيه تراكشن كنترول في ملف معين، دوست اكسلريشن زياده شويه، دوست كهرباء شويه، طلعت عزم موتور، بتلاقي ان العجل ماشي في حته وانت عايز تروح حته ثانيه، فالتوجيه من هنا من غير تراكشن ومن غير اي اس بي مش لذيذ خالص 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 خالص، لو انت من الناس اللي بتحب تجري وبتحب يعني تحرق وكده. تمام. سعر العربيه في الصين على حسب برضه ما عرفت اوصل، بيتكلم مثلا الفئه الصغيره دي بيتكلم من 11 ونص ل 12 الف دولار نسخه 2018. بالمناسبه السعر المصري اللي قلته ده نسخه 2018. نسخه 2019 بيتكلم في تقريبا 265 270، ده سعر المصري هنا. هسيب لكم لينك التاجر تحت عادي جدا، هسيب لكم برضه لينك التاجر الصيني، لك الحريه تشتري من اي حد انت عايزه. من الحاجات اللي بنقولها دايما لازم تدور تشوف سعر عربيتك كام، يعني ما تشتريش من حد كده، يعني ما ترميش فلوسك، شوف سعر العربيه كام، اعرف كل تفاصيل. دايما ما بنحبش نرشح حد بعينه او شخص معين نقول اشتري من ده او احنا ضامنين ده او فلان. لا، احنا بنديك بس الداتا، بنعرفك يا معلم العربيه بتاعتك دي سعرها مثلا بره مثلا 10 قروش، فما يجيش فلان يبيعها لك هنا ب 15 ويحط عليها لسه مكسبه كمان. فهو ده هدفنا من معرفه الاسعار، يعني هو ده هدفنا من نشر الاسعار الحقيقيه في الصين. احنا مش شغالين تجار مع الصين احنا على فكره خالص، بس محتاجين الناس تعرف اسعار حقيقيه، واعتقد ده في صالح الكل، يعني في صالح السوق عموما، وفي صالح حتى التجار، وفي صالح كل الناس تعرف اسعار حقيقيه، الناس تشتري اكتر، الناس تعرف حقيقه العربيه. طيب عايز اتكلم كمان عن حاجه ما عجبتنيش في العربيه دي. لو اتكلمنا على الفئه دي قلت لك ما فيهاش اي اس بي، ما فيهاش تراكشن كنترول. لو اتكلمنا على العربيه دي بالعموم، فالعربيه دي ما فيهاش غير 2 ايرباج بس، ما لهاش اختبارات يورو انكاب. اليورو انكاب دي اختبارات امان موثوقه المفروض يعني، فما لهاش طبعا. ليها حاجه اسمها سي انكاب، واخده فيها نجمتين كمان، فيعني السيفتي في العربيه دي مش هياخد ريتنج عالي، بالعكس السيفتي العربيه دي ده لو ما كانش وحش يبقى مقبول جدا بالعافيه كمان. فعوامل الامان في العربيه دي مش احسن حاجه. كمان من الحاجات اللي ما عجبتنيش خالص واللي اتضايقت منها قوي، بجانب طبعا عوامل الامان ان انا بهتم بيها شويه يمكن زياده عن اللزوم ساعات،
العربيه هنا الاسيست صيني، الفويس اسيست صيني والنافيجيشن صيني. ما عرفناش نحوله، وعلى كلامهم ما فيش تحويله. لو في طبعا جديد هقول لكم اكيد على صفحه الفيس، هيبقى في يعني اي حاجه جديده بنشغلها ننزلها هناك اسرع من اليوتيوب. اليوتيوب بيعوز شغل كتير ووقت كتير. مفيش. دي من احد العيوب العربيه. عيب كمان كان في الشنطه مش ضيقه، لكن غويطه قوي لتحت. يعني انت لو حاطط حاجه وزنها كبير قوي في الشنطه، يعني كتله واحده، محتاج ترفع الكتله دي ما لا يقل عن 10 15 سم عشان تقدر تطلعها بره الشنطه. فشنطه غويطه بصراحه. فبرضه دي من الحاجات اللي ما عجبتنيش. من الحاجات اللي عجبتني بقى خامات العربيه مش وحشه خالص، مقبوله، ويمكن احسن كمان من التيجو اللي عملنا ريفيو الفيديو اللي قبل ده على طول. سعر العربيه كويس جدا، سواء كان بالصيني او بالمصري. لو بالصيني احنا قلنا، نسيت اقول اسعار الصيني. لو بالصيني ال 11000 ل 12000 او من 12 ونص ل 13 الكلام ده. الاسعار دي مقبوله سواء بالصيني او سواء بالمصري. فسعر العربيه قيمه مقابل سعر حلوه. لو اتكلمنا عن الثبات ما اقدرش احطه ايجابيه قوي يعني، لكن ثباتها كويس احسن من حاجه زي التيجو. ناس كتير برضو كانت طلبت المقارنه، ف يعني لو حد لسه مهتم انه يشوف العربيتين جنب بعض او ده هيفرق معاكم قوي، ممكن نحاول نعمل كده، نجيب العربيتين نحطهم جنب بعض ونتفرج ونقارن بين العربيتين. فده برضو فيديو محتمل يعني، لو الناس هتبقى حابه حاجه زي كده. انا اعتقد لو شفت الفيديوهين يعني ممكن يجيبوا لك كل التفاصيل. ده كان راينا وتجربتنا. يا رب الفيديو يعجبكم، ويا رب يكون كلامنا خفيف على الناس والفيديو يكون لطيف كده على قلب الناس. لو نسينا حاجه، وده وارد جدا، طبيعي جدا، بنشتغل ساعات كذا ساعه ورا بعض وبيقع مننا حاجات، طبيعي جدا. فلو نسينا حاجه حطها لنا في الكومنتات. لو ليك راي مختلف عننا حطه لنا في الكومنتات. حاولنا على قد ما نقدر نعمل ريفيو العربيه بكل وضوح بكل شفافيه، بدون تحيز لاي فئه كانت، ولا تحيز للعربيه. بصراحه ان العربيه عجباني حتى، فحاولت يعني. كنت خايف من كتر ان العربيه عجباني ان الفيديو يطلع متحيز للعربيه، لكن اعتقد يعني ان انا غطيت العربيه بعيوبها كمان قبل مميزاتها. وبس اتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب وتشوفوا فيديوهاتنا القديمه، وشوف عايز تتفرج على العربيه ايه تاني اكتبها لنا، لكن نحاول نجيبها. قول لنا رايك في العربيه دي، شوف تيجو، قول لنا رايك فيها تيجو ولا جاك. وبس. انا اسلام اشرف، في ستيشن. السلام عليكم.